والله بصوا، انا من رايي انه محمد رمضان ممثل كويس. انا مش شفت وقلت ده نتيجه ان شفت له مسلسل قبل ما يمكن ينجح النجاح الكبير ده. ما شفتش المسلسل كله لان انا مش بتابع على طول، شفت له مشاهد منه. الولد مجتهد ويقدر يعمل اي حاجه وعنده امكانيات. وانا قلت له الكلام ده هو شخصيا، لو كان اذكى من استغلاله، لانه هو بيستغل النهارده، لانه الناس بتروح بتشوفه حبان، فبيستغل بطريقه انه ممكن تقضي عليه. هل هو هيبقى عنده الذكاء ده عشان يقدر يخرج من الحته اللي حصروه فيها، اللي هو الواد البلطجي، الواد الشعبي اللي بيضرب ويكسر ده، ويعمل نوعيه مختلفه من الافلام، رغم انه قد يقول للبعض اصل شكله ما يديش كل الادوار. مش مهم، السينما تقدر تبتدي اي شخصيه وتعملها زي ما هي عايزاها. فانا اعتقد ان هو لازم يستغل ذكائه، ومفيش ممثل مرفوض، كل ممثل ليه دور حتى الناس اللي بنعترض عليها، بس هو يمكن تعاملاته مع العالم والجمهور يمكن فيها لسه شويه عدم خبره، مش عارف يوصل للناس بطريقه ذكيه، لكن اكيد هيتعلم شويه شويه. واللي بيجيب الارقام دي اكيد برضه الناس عاوزه تشوفه، لكن يخرج من نوعيه الافلام دي. بس هو ممثل جيد، وانا قلت له الكلام ده وده رايي الممثلين.